جامدة أم لا؟ وينه الكابتن جمال الشريف؟ هو في السلاح وابواقه هي موجوده التغريده واللغه العربيه سليمه وما فيهاش، ولا هو حب يعمل لي مشكل مع الشعب السوري وكانه انا لما سبيت الشعب السوري. انا لم اسب الشعب السوري، الشعب السوري حر، الشعب السوري حر. نعم، يعني لازلت على تغريدتك الاولى انه من دمروا البلاد، انت تقصد من دمروا البلاد. خرجوا ثورات ودمروا البلاد لكي يسقطوا رئيس جمهوريه منتخب بشكل ديمقراطي. طبعا سيدتي، طبعا سيدتي. ولك سلام خاص امرت ان انقله لك من الدكتور بشار الاسد وحرمه. اللي ميلي عليه كثيرا وقولي له لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر، هذا اقل شيء. لك مني دعم مثل الدعم الذي تجده من الجزائر الدولة فقط. نعم. متى سنرى السيد الرئيس في الجزائر؟ متى تتوقع؟ والله بإذن الله سيحضر، بإذن الله. أنا مطلع عندي معطيات، بإذن الله سيحضر. هل هناك ترتيبات برأيك لهذا الأمر من الجزائر؟ هل تستطيع الجزائر أن تتحمل هذه النتيجة برأيك؟ طبعا. مع الجزائر سيدتي لا تخاف لومة لائم. وبعدين نحن معروفين بمواقفنا، حتى ولو كانت مواقفنا في بعض الأحيان لا تعجب البعض. نعم. مواقفنا ثابتة من قضايا أمتنا، وإحنا مع عودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية. دعني أقول لك شيء أيضا هام جدا أستاذ حفيظ دراجي. أستاذ حفيظ دراجي، للأسف أنت خسرت نفسك وربحت الوقوف مع الديكتاتوريين. أنا ميسون بيرقدار، وهذا اعتراف منك بأنك عميل لنظام قتل شعب وشرد شعب وهجر شعب. يعني فعلا خسارة كبيرة أنه إنسان مثلك متمكن بالحياة أن يكون مع أنظمة ديكتاتورية قاتلة مجرمة. وأنا أتشرف بالدكتور فيصل القاسم وأمثاله، وهو تاج فوق رؤوسنا نحن الأحرار. بس هذا الشيء اللي حبيت وصل لك إياه، إنه سهل جدا إنه الواحد يضحك عليكم، كتير سهل، لأنه أنتم من برا هلا ومن جوا يعلم الله. تعرف المثل هذا يا أستاذ حفيظ؟ سكر الأستاذ حفيظ دراجي بعد ما أكل الصاروخ الأرض.